بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم النهارده تتبيله لتتبيلات للمشاوي، فراخ وكباب وكفته. انا هنا هعمل الاساس للثلاث حاجات. بقطع بصل وطماطم وهضربهم في الفود بروسيسور. احط بس عليهم في البداية ملح وفلفل اسود، لان الملح والفلفل الاسود لأي نوع من المشاوي. هضربهم ونعمهم كويس قوي، وبعدين بقى هبتدي اقسمهم. هاخد هنا تلتين الكمية واسيب التلت في الفود بروسيسور. الحقيقة أنا كنت نفسي برضو أصور لكم وأنا بشوي، بس الحقيقة كان مهرجان وقت الشوي. كل الشباب وكل الأطفال بيساعدوا وكله واقف يشتغل، فمعرفتش أصور أبدا. فأنا هعمل يعني الفيديو ده بس أساس التتبيلة نفسها. التتبيلة دي أنا معتمداها من زمان قوي، وبتعجب كل اللي بيدوقها، فأتمنى أنكم أنتوا تجربوها. أنا تلت الكمية اللي سبتها في البروسيسور. كان عندي رغيف فينو بايت، طحنته وحطيته، وحطيت اللحمة المفرومة. دي توابل الكيجن. التوابل دي الحقيقة بتدي نكهة جميلة قوي للحوم والفراخ، بس أنا هحطها على الكفتة مش هحطها على الكباب. فأنا حطيت توابل الكيجن وبابريكا، وكنا من الاول حاطين ملح وفلفل اسود، بس طبعا هزود تاني عشان اللحمه هنا انا كنت طالبه من الجزار ان دي تبقى لحمه كفته، ففيها نسبه من الدهون. لازم ما ينفعش ان انا اخلطها مع خلطه التوابل والبصل والطماطم وبعدين اصبعها. لازم تتضرب كده. هو طبعا الكباب دي ما بيضربهاش كده، لكن انا لما بكون في محل كباب بيبقى حاططها على الرخامة ويفضل يشيل ويهبط فيها، يشيل ويهبط فيها ويعجن بإيديه. ليه بقى؟ عشان تتكون فتل كده أو ألياف في اللحمة. ما تب... يعني تيجي تقطعيها تبص تلاقيها كأن في فتل فيها. دي هي الطريقة الصح ان انت تعملي بيها الكفتة. انا لقيت اللحمة المفرومة لسه شوية متجمدة، فسبتها لغاية ما تفك. وعندي هنا للكباب عرق فليتو بقطعه شرايح. احسن حاجة طبعا اللحمة دي لحمة كندوز. احسن حاجة للشوي اللحمة انك تجيبي الفليتو او الانتركوت اللي هتشوفوه دلوقتي. هما دول بس اللي يبقوا من الكندوز تعمليهم شوي. انا بعد ما قطعت الفيليتو ترنشات بقطعها قطع بقى صغيرة علشان احطها بقى في السيخ. الحقيقة بمجرد ما شمت النار يعني كده ما كملتش حوالي 7 دقايق على الشواية، وكانت اللحمة بتدوب، والله بتدوب فعلا. ده بقى الانتركوت. انا برضو طلبت ان هو يدقهولي شوية، ما يبقاش تخين قوي، وقطعهولي كمان شرايح رقيقة شوية. ابتدي اقطعه بقى، بنقول عليها شرحات او قطع يعني، لان مش هينفع اشوي قطعة كبيرة بالمنظر ده، عشان كل واحد ياخد كده الكمية اللي هو عايزها. فانا بقطعها كده قطع مناسبة عشان تتحط على الشواية على طول. والحتت اللي هي بتبقى صغيرة بحطها مع القطع الفليتو.
اتمنى على ضمانتي التتبيلات اللي بعملها للثلاث اصناف دي تعتمدوها وهتاكلوا احلى مشاوي. والله ما تصوروش عجبتهم قد ايه. واحنا بنشوي اساسا بقى اللي يطلع الولاد الصغيرين ياكلوه، سواء كفتة او قطع من الفراخ. اخدت هنا بقى جزء من اللي انا كنت شايلاه في البولة، وببتدي اتبل بقى هنا. دي تتبيلة الكباب. يبقى حطيت كمان تاني شوية ملح وفلفل اسود. الكباب مش عايز اي بهارات غير هو ملح وفلفل اسود، بس انا حطيت هنا حاجة بسيطة من الشطة، ان دي شطة كشميري بتدي نكهة جميلة وفي نفس الوقت مش حراقة. ودول شوية بابريكا صغيرين بس. دي كل تتبيلة الكباب. بس هحط طبعا شوية خل لانه اللحوم بتحتاج خل في التتبيلة، شوية كده يعني بالتقريب. اقلبهم بقى كويس. دي تتبيلة اللحمة، فيهاش اي بهارات تاني، ولا بهارات لحمة ولا بهارات كباب ولا اي حاجة. اللحمة طالما انت بتجيبيها من جزار مضمون وعارفة ان لحمته كويسة وصغيرة، نكهة اللحمة بتكفي قوي ان انت تحسي بطعم الكباب. انما لو حطيتي بقى توابل كتير هتضغي على نكهة اللحمة، خسارة نضيع النكهة الجميلة دي. انا بقى حطيت كل بقى الشرحات اللحمة والقطع الفيليتو واقلبها كويس قوي بقى. انا هنا مكان ما قلبت دقت بصباعي كده حسيت انه محتاجه شويه ملح تاني، زودت الملح شويه. وبرده لازم اقلبها كويس قوي. ابتدي بقى افضيها في طاجن الفخار ده عشان بغطا، وبشيلها طبعا في التلاجة لغايه وقت الشوي. احنا شلناها تقريبا، يعني انا هنا كنت بعد صلاة الظهر تبلت الحاجة، وبعد العصر بدأنا نشوي، فيعني ما قعدتش كتير في التتبيلة. يعني مش لازم هي الكباب دي بيتبل ويشوي على طول، مفيش حاجة اسمها تبيتيها ليلة، لا. هي خلاص دي بقى هنا الكفتة. عقبال ما خلصت الفراخ والكباب كانت اللحمة فتت، حطيت لها بقدونس هنا بقى زيادة، يعني نفس التتبيلة الأساسية اللي هي البصل وال... والطماطم. وحطيت شوية الرغيف، هو فينو بس صغير يعني مش كبير. شوفوا بقى هنا لما ضربتها عاملة ازاي، غير خالص ما تكوني عجنتيها بإيدك، لأن احنا مهما نعجن مش زي الكبابجي. الكبابجي انا بشوفه يشيل اللحمة